مش كل الناس تعرف إن سلسلة أفلام كارز أو السيارات أو أيا كان برق بنزين زي ما بنسميها كانت المفروض تبقى مختلفة تماما عن اللي شفناه في النسخة النهائية. في مشاهد كتير ما دخلتش الفيلم ده في الآخر واتحذفت، فخلينا في فيديو النهاردة نتكلم عنها. بس قبل ما نغوص أكتر في التفاصيل، لو أنت أول مرة تدخل هنا على القناة تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني، ويلا بينا نكمل مع بعض. فأنا رجعت كل المشاهد المحذوفة من أول جزء الفيلم كارز، وهشارك معاكم أهم وأغرب التفاصيل. فأول مشهد، واللي كان المفروض يدي طابع أغمق بكتير لأول فيلم كارز، المشهد ده بيحصل بعد ما برق بنزين بيضيع من جاز. في النسخة دي برق بنزين بيشوف طريق سريع وبيزود السرعة، وده برضو شبيه باللي حصل معانا في البارت الأول، ولكن فجأة الطريق بيبقى ضلمة تماما. وزي ما احنا عارفين برق بنزين ما عندوش كشافات، هو هنا عنده ستيكرز بس، فمش بيشوف حاجة خالص في الضلمة دي قدامه. وده بعد كده اللي بيوصل باري بنزين انه بيكتشف انه وصل لمكان غريب جدا. فالمكان ده في النهايه بيطلع فعلا مقبره عربيات، ايوه زي ما انت سمعت كده، مقبره عربيات. فتخيل المشهد الافتتاحي لفيلم كارز كان يبقى بالمنظر ده بعد لوجو ديزني على طول، فكان مشهد هيكون تقيل شويه. بس استنى، ده مش كل حاجة. بعد شوية برق بنزين بالصدفة بيخبط كمان في جثة عربية وبيسحبها على الطريق. وأيوة ده شبيه جدا برضه باللي حصل معانا في الجزء الأول، ولكن هنا كان الموضوع هيكون أغمق بشوية، لأن أنت هنا بتتكلم إن هو كان قدام مقبرة عربيات، مش زي طبعا المشهد اللي اتقدم معانا في الجزء الأول. وفي كمان مشاهد تانية مظلمة جدا في فيلم كارز 2، بس دي خلينا أحاول بقدر الإمكان إن أنا أتكلم عنها في فيديوهات تانية. فخلينا مع بعض نكمل. قبل المشهد المظلم ده كان في نسخة تانية من ازاي برق بنزين ضاع من عربية النقل التقيل اللي تسمى جاز، ودي في النسخة اللي نعرفها حصل كده بسبب شوية شقاوة من عربيات تانية، وكمان علشان خاطر عربية النقل التابعة الجاز دي كانت المفروض ان هي بتنام على الطريق. ولكن في الستوري بورد الاصلي ماك او جاز او ايا كان، يعني كان المفروض ان هو يقف علشان خاطر يغسل نفسه في مغسله عربيات. ومعلومه لطيفه كده على الماشي، بري بنزين كان المفروض يبقى رقم 57 بدل 95. طيب هما ليه وقفوا اصلا؟ هم المفروض هنا ان هما دخلوا في عاصفه فراشات صغيره، وفجاه هنا الشبكه الاماميه بتاعته اتملت تراب وما بيشوفش حاجه، فقال لازم اغسل العربيه. واثناء ما كان مستني ماك، بري بنزين زهق وقرر يخرج شويه من العربيه عند مغسله العربيات، وهناك بقى بيقابل توأم من الشغالين اللي عرفوه على طول. ايوه هما نفس التوأم اللي شفناهم في النسخه النهائيه. كمان قابل راستي وداستي هناك، لكن في النسخه دي كانوا مجرد معجبين بيه مش الرعاة الرسميين بتوعه. وده يخليك تتساءل يا ترى مين كان هيكون الراعي بتاع برق بنزين بدلهم. واللي بعدها قالوا يا جماعه ده برق بنزين، يا اخي بص ده متسابق العربيات، احنا عمرنا ما شفنا مشاهير هنا. علشان بعدها كل الناس بدأت تهتف ليه وقالوا ان السباق ما كانش تعادل، وان هو المفروض كان كسب السباق فعلا. واللي كان بيقول له ان اتظلمت وخدوا الفوز منك ظلم، سواء بقى عندك كاوتش او لا، بس انت كنت فعلا سابقه بشعره. في الوقت ده جاز او ماك كان فاكر ان برق بنزين لسه جوه في العربيه، فركب يعتبر وساق ومشي وساب برق بنزين وراه. وده بيوضح لنا ازاي برق بنزين ضاع من ماك في النسخه دي، وده مختلف تماما عن اللي شفناه في الفيلم الحقيقي. نروح دلوقتي للمشهد اللي بعده، وده بيحصل في فندق سالي. لو فاكر في النسخة النهائية برق بنزين بيحلم حلم ظريف كده انه خسر السباق قدام فرانك، وكمان شافه بياخد رعاية شركة داناكو. بس في النسخة الأصلية الحلم كان أغمق بكتير. الحلم بيبدأ وقت السباق النهائي ولما كاوتشات برق بنزين تفرقع، بس المرة دي كل الكاوتشات بتتفجر حرفيا، مش بس اللي ورا، ولسه بيحصل حاجة أغرب كمان. موتور برق بنزين بيقع، وبعدين الامور بتتجنن اكتر، الموتور كله بيتسحب ويتشال من مكانه، وده من اللي باين كده معناه ان برق بنزين مات. ودي حاجة سودة جدا مش زي الحلم الظريف اللي شفناه في النسخة النهائية. المشهد كان جامد، بس باين انه صناع الفيلم حسوا انه تقيل قوي على الاطفال، فقرروا في النهاية ان هم يشيلوه او يحذفوه. ونفس الكلام ينطبق على المشهد المحذوف اللي بعده، بنات الموتوراما. في المشهد ده ريمون بيحكي ازاي اتعرف على فلو. بيمكن تفتكر ان حتى في النسخه الاصليه كان في تلميحه بسيطه عن مادي فلو ان هي كانت شو جيرل، او بمعنى ادق شو كار. في النسخة المحذوفة دي بنشوف له وهي جاية على ريديتور سبرينجز مع شوية عربيات استعراض تانية، كانوا عندهم زعانف ضخمة ماشية بطول العربية، وزي ما تتوقع كل عربيات الرجالة كانوا مبهرين بيهم جدا. بدأوا يتبسطوا مع بعض وكل واحد بيحاول يعمل حاجات علشان خاطر يبهر البنات. شكلهم كان يمكن يكون غريب شوية، بس في نفس الوقت كمان كان مضحك.
في الوقت ده ريمون طبعا مشغول في انه يعمل ليهم دهانات جديده، قال ان انا كنت بشتغل عليهم واحده واحده، شويه رسمات هنا شويه لمسات هناك، وبعد ما خلص على كل البنات جه دور فلو، والجزء ده كان جامد فعلا. قال ان انا رميت مسدس البويه وقلت ليها ايه يا ست انت شايفه نفسك عليا ولا ايه؟ قالت له تقصد ايه، شايف نفسك كبير قوي انك تدهني؟ ونقدر نقول ان المشهد ده هو نوع من الملغيه. وفي كمان مشهد محذوف تاني كان هيغير نص الفيلم تماما. في النسخه دي اتعرض على برق بنزين اختيار، يا اما يشارك في سباق جوه ريديتوري سبرينجز يا اما يفضل محبوس في الحجز. كان المفروض السباق ده يبقى متصور ويتعمل ليه دعايه علشان خاطر يجذب عربيات تانية تيجي المدينه فعلا، بس برق بنزين في النهايه رفض العرض وقرر يقعد في الحجز. ودي حاجه غريبه لانه فعليا كان قدامه فرصه يخرج من المدينه دي، بس في النهايه ضيع الفرصه. واثناء ما كان في الحجز حلم برضه حلم اغرب. حلم انهم شالوا الموتور بتاعه وركبوه جوه العربيه اللي المفروض تعمل الاسفلت بتاع الطريق، واللي هو وقتها كان مستغرب جدا، انت عملتوا فيها ايه؟ ليه حطيتوا الموتور بتاعي في عربيه رص الاسفلت؟ وبعد كده بيجبروا بري بنزين ان هو اللي يرسي في الطريق، والمشهد شكله كان غريب شويه يعني كله على بعضه، علشان بعدها ماطم بيطلب ان هم ينقلوا الموتور بتاعه جوه جسم برق بنزين. والصراحه ماطم هنا يمكن يكون باين ان هو شرير في المشهد ده، وبرق بنزين في اللحظه دي شايفهم ان هم كلهم فعلا وحوش. والشغل الغريب ده مش بيقف لحد هنا، علشان بعد كده نشوف جاز او ماك بيجي وابتدي ان هو ياخد ماطم اللي دلوقتي بقى جوه جسم برق بنزين وياخده لحد كاليفورنيا. الكلام ده كله كده عامل زي احلام العصاري اللي احنا بنشوفها. في كمان مشهد محذوف تاني في النسخه دي، برق بنزين اتبعت لمدرسه سواقه كعقاب وتعليم من اول وجديد، وده علشان خاطر بوظ الطريق في نجع الاتير. واللي هو بنشوف ان هو بيصحى، يلا اصحى يا حلو وقت مدرسه المرور، مدرسه مرور. وهنا الحاكم بيحكم عليه ان لازم تتعلم الادب فعلا، والمفاجاه ان المدربه بتاعته هنا تطلع سالي. ولان بري بنزين عنده استيكرات بدل الكشافات الحقيقيه ركبوا له كشافات بجد، وده علشان خاطر الحصه بتاعت التدريب. وسالي بدأت تعلمه ازاي يركن صح. في الاول كان تايه ومش بيعرف يعمل التمرينات، لكن مع الوقت بدأ ان هو فعلا يتحسن. ودي طبعا مش كل المشاهد المحذوفه، في مشاهد تانية برضو عرفناها وفي مشاهد برضو لسه ما نعرفهاش، ولكن اللي بنعرفه ان كانت بدايه الفيلم برضو هتكون مختلفه. في نسخه بديله كان الفيلم هيبدا بمقدمه مختلفه تماما عن السباق اللي بدانا بيه في النسخه النهائيه، كانت فيها نغمه ابطا شويه بتركز على عرض الشخصيات بشكل درامي اكتر. غير كمان ان ماك او جاز التريلا بتاعت برق بنزين كان هو كمان برضه هيحصل له كوابيس، ان في مشهد معزوف كنا بنعرف منه ان هو بيحلم بعد ما فقد برق بنزين، وده بالنسبه ليه كان كابوس مرعب بيتخيل فيه ان هم لقوا جثه برق بنزين فعلا ولكن متدمر حرفيا بعد حادثه. المشهد هنا كان سوداوي جدا واتشال لانه كان تقيل فعلا على الاطفال. غير كمان ان المفروض كان يكون في مشهد اطول لبرق بنزين وهو بيتمشى على الطريق لوحده وهو تايه بالليل في الضلمه وبيحاول يسأل العربيات اللي ماشيه بس كله بيتجاهله. كان الغرض من المشهد توصيل احساس العزله والوحده. اما بالنسبه للشرطي اللي قبض على برق بنزين، بنعرف اللي كان ما بينه وما بين برق بنزين وقت ما كان بيقبض عليه مشهد مطول شويه، وده علشان خاطر يعرفك ان كان في حوار زياده بينه وما بين برق بنزين، وبيبان قد ايه هو مغرور ومش متعاون اصلا. كنا المفروض كمان نشوف مشهد درامي بين سالي وبرق بنزين، كان في حوار اطول بينهم الاتنين في لحظه دراميه بتحكي له اكتر عن ماضيها وليه قررت تسيب المدينه الكبيره وتيجي على نجع ريداتير. المشهد اتشال لتأثير وقت الفيلم لكن كان بيدي عمق اكتر للشخصيه بتاعتها. اما بالنسبه بقى للنهايه الحزينه او البديله بتاعت الفيلم، بنعرف فعلا ان برق بنزين هيفوز بالسباق بس بيختار ما يرجعش نجع ريداتير مره تانية، وده بيخلي نهايه الفيلم اهدى واكتر نضجا، لكنها كانت محبطه شويه فعشان كده اتغيرت في النهايه. فدي كده يمكن تكون اقرب المشاهد فعلا اتحذفت معانا في البارت الاول من افلام كارز. فانا من وجهه نظري شايف بصراحه ان الافضل ان المشاهد دي كلها اتحذفت، لانك لما تيجي تسمعها او تتخيلها تحس ان هي هلاوس ممكن كمان ما تكونش مفهومه. غير كمان ان هي في الاساس معظمها احلام. يمكن المشهد اللي كان ممكن يتضاف فعلا ويمشي معانا هو المشهد بتاع المقبره بتاعت السيارات، ولانه فعلا كمان هو اتضاف معانا في الجزء الاول ولكن بطريقه افضل بكتير من اللي اتحكى دلوقتي، لانه في النسخه الاصليه كان اشد رعبا وتاثيرا. وكالعاده هستنى رايك في الكومنتات، شايف ان المشاهد دي كانت الافضل انها تتضاف في البارت الاول من افلام كارز، ولا افضل حاجه ان هي اتحذفت وما نزلتش مع البارت الاول؟ لو وصلت لحد هنا بقى واول مره تدخل على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني. وفي النهايه اشوفكم في الفيديو اللي جاي، سلام.